اللعنات أو البركات التبونية حلت على يعني روسيا، وقامت يعني الفاغنر، وهذه كانت عبارة عن شركة أمنية فقط، بس بعدين تحولت إلى جيش ضخم داخل روسيا يقوم بعمليات في جميع أنحاء العالم. كان في ليبيا موجود، وفي سوريا موجود، وكان يشتغل مع الروس في كل مكان. قام هذا قائد الفاغنر تمرد على بتون من يا أخي، الله يا أخي، هذا تبون وبوتين دائما يخربطوني، ودائما تتشابه البقر. تبون بوتين، هذا هو عبد المجيد بوتين. هو قال انه تلقى طعنات في الظهر، وقاموا على تمرد يعني سيأكل الأخضر واليابس. طبعا هذول الروس هم فظاظ غلاظ الروس. وهذه طبعا من بركات تبون. بعد زيارة تبون مباشرة قرحت الدنيا في قرحت المعركة في عند روسيا. بركاتك يا تبون يا تبون يا ابو حماحم، الجلبي دغشة دراهم، تبون يا تبون، تبون يا تبون، يا تبون يا تبون. هذه بركاته، منحوس مقرود رقم واحد، مسيرته كحلاء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله في الأخير. كل شيء جاء انقلب عليه. طبعا أكثر الخسرانين من هذا التمرد هم الشيعة وإيران وحزب الله وبشار الأسد وبوتين وتبون عسكر الجزائر. هذول هم المتضررين من أنه تتفكك هذه روسيا ويحصل عندها مشاكل. بتكون عندهم مصائب كحلة. هم المتضررين أكثر شيء. نناقش يا جماعة أنا وأنتم، هذا محور. من أراد منكم أن يدخل في هذا المحور يدخل في هذا المحور، يتكلم معي حول مسألة الخذلان الرباني، كيف إن الله خاذل هذا تبون ولا خطأ خطوة صح، ولا مكان يسير إلا وحل الخراب. أنا أدعوه إلى تندوف، أنا أدعو تبون إنه يزور تندوف ولا يزور إسرائيل على حسابي. خلوا يزور إسرائيل على حسابي، يا منعها لعلها تتفكك وتروح في 60 داهية. وأيضا في خبر ثاني مضحك مبكي مسلي حالة منتخب اليد، المنتخب الجزائري لكرة اليد سيروه يلعب في ألمانيا. تم العب وكملوا اللعب، بدل ما يرجعوا في الطائرة يرجعوا إلى الجزائر ولا واحد رجع، كلهم حرقوا حراقة طلبوا اللجوء الإنساني، ولا واحد رجع، لا من المنتخب ولا من المدربين ولا من الإداريين ولا حتى الجمهور. وقال لك القوات ضاربة واحنا عندنا رفاهية واحنا عندنا مدري ما. المنتخب ما حصلتش في الكون يا جماعة، والله ما حصلت انه منتخب كامل يهرب، منتخب كامل كلهم ولا رجع منهم واحد. راحوا طلبوا اللجوء في ألمانيا وقرروا الناس يهربوا 2 3، يهربوا الإداريين، يهرب رئيس البعثة، يهربوا 5. أما البعثة كاملة المنتخب مع الإداريين كلهم شردوا، ولا واحد رجع قال لك بلا جزائر بلا بطيخ، هنا هي ألمانيا عيشة ويطلع لك الجزائري بعد شوية يقول لك احنا دولة ضاربة، دولة عندنا الكهرباء ما تنطفيش، وعندنا رفاهية، وعندنا البيت ببلاش والإيجار ببلاش والضمان الاجتماعي ببلاش. ويحولوها مثل هذيك المرأة الجزائرية التي قالت والله أنها في ستوكهولم وأن عندها الجزائر أحسن من ستوكهولم. يلا ادخلوها يا سيروا ادخلوها.